استعراض في القمة لمختلف الفنون القتالية قدمه مصارعون رياضيون من مختلف مصالح الشرطة لولاية جيجل على غرار فرق البحث والتدخل التي صنعت الفرجة خلال الافتتاح الرسمي للبطولة الوطنية للكاراتيدو لما بين مصالح الشرطة التي أشرف على انطلاق فعالياتها السيد مراقب الشرطة عيسى نايدي، ممثل عن سيادة اللواء المدير العام للأمن الوطني. أود دون إطالة أن أشكر كل الذين ساهموا من بعيد أو من قريب في تنظيم هذا الملتقى وفي تنظيم هذا العمل الذي سيعود بالدرجة الأولى علينا جميعا بالخير والمنفعة. أجدد الشكر والثناء لكل الفائزين ولكل المشاركين ولكل الحضور، وأعلن رسميا عن افتتاح البطولة الوطنية ما بين مصالح الشرطة للكاراتيدو. هذا وقد أشاد رئيس أمن ولاية جيجل بالمجهودات المبذولة من طرف مختلف المصالح الأمنية لترقية الرياضة وسط قوات الشرطة واعتمادها كدعم لتكريس مبدأ الشرطة الجوارية. ترسيخ الممارسة الرياضية وسط قوات الشرطة باعتبارها عاملا مهما ودعامة أساسية للياقة البدنية التي لا غنى عنها في قيام رجال الشرطة بالمهام الموكلة إليهم، فضلا عن السعي لترقيته وتطوير الأنشطة الرياضية باختلاف أنواعها. 142 رياضيا مصارعا، منهم 52 رياضية مثلوا مختلف جهات الوطن، دخلوا التصفيات، كانت فرصتهم لتعزيز الروح الرياضية وتقوية الرابط بين الفرق المختلفة المشاركة. جينا من ولاية نعامة باش نمثلوا الناحية الغربية إن شاء الله في البطولة الوطنية للكاراتيدو ما بين مصالح الشرطة، وصافي بليزير نجيبوا نتيجة مليحة باش نشرفوا الغرب إن شاء الله، وهذه فرصة لينا باش نحتكوا مع لابوليس تاع الجزائر. لابييري جيجل هاد المنافسة صافي بليزير كي داروها في جيجل، ومن طون يكونوا يتعرفوا لي زاتلات مع بعضهم، تكون منافسة قوية. وجينا باش نشاركوا في البطولة الوطنية ما بين مصالح الشرطة الموسم الرياضي 2016-2017، والحمد لله انا لهنايا عاد راح نبداو ان شاء الله البطولة هذه، ولقينا ان شاء الله الحمد لله استقبال كبير من مصالح ولاية جيجل. شرطة جيجل ما شاء الله الإقامة بيان كلش مليح، والبطولة إن شاء الله راه ماشية مليحة. مما حصل لنا احتكاك بزاف مع لي زاتليت اللي جاو من ناحية الوسط ناحية الشرق، من جميع النواحي المشاركة في البطولة هذه. الجمهور الحاضر استمتع في المنافسة للأداء المتميز للمصارعين والروح الرياضية، ما يعكس الاحترافية والدرجة العالية التي بلغتها الرياضة بالأمن الوطني ليتم تكريم المصارعين الفائزين. الحمد لله ربي وفقني بطل الجزائر في أقل من 67 كيلوغرام في البطولة الوطنية بين مصالح الأمن الوطني. بعد تحضيرات الموجودات اللي قمنا بها ما خيبناش الحظ، وربي وفقنا باش تحصلنا على المرتبه الاولى. المشاركه كانت جيده لاباس بها، انا مثلت ناحيه البوليده ناحيه الوسط، يعني قدرنا نحصلوا على اصل خاص كاع الالقاب سواء في الفردي ولا في الجماعي. حاليا حنا نحصدوا المرتبه الاولى في البطوله. اليوم درنا بون ريزلتا بريمير بلاس كاتا جماعي. نشكر الزملاء الزميلين هما اللي ساهموا باسكو ترافاي ديكيب. نشكر ثاني عناية اللواء المدير العام للأمن الوطني الذي يولي أهمية بالغة لمجال الرياضة في صفوف الأمن الوطني. تأتي هذه المنافسة لتدعم مساعي القيادة العليا للأمن الوطني لترقية وتطوير مختلف الرياضات في وسط قوات الشرطة، ما يشكل درعا واقيا للمجتمع، إيمانا أن الشرطة أداة في خدمة المجتمع.